أولا شكرا على هذا اللقاء، شكرا لموقع شوف، شكرا طبعا الوادي وإدارة مقهى الوادي، وشكرا لحضور الشباب الموجودين هون بغض النظر عن انتماءاتهم العائلية طبعا موضوع الفئوية والحزبية وإلى آخره. احنا كنا أولاد بلد، وحزبنا الواحد والوحيد والأكبر واللي بجمعنا كلنا باقة الغربية. بدي أبدأ وأقول عمليا رئاسة البلدية مش نزهة، مشوار الرئيس اللي بده ينتخب في باقة الغربية مش رحلة ومخطرة بده يقعد على الكرسي. رئيس البلدية عمليا هو رئيس حكومة مصغرة، عمليا لازم يهتم بكل شؤون البلد، من موضوع التربية والتعليم، من موضوع العنف، من موضوع العمل، من موضوع المساكن للأزواج الشابة، من موضوع العيادات، من موضوع طبعا الأطفال، أطفالنا سواء من سن 3 و5 وإلى طبعا الحياة الجامعية. وأنا بقول لكم في بداية الطريق صدقوني، بقول وأنا طبعا مصر على اللي بدي أقوله وبقصده. المسؤولية لرئيس البلدية مش سهلة، مسؤولية رئيس البلدية ثقيلة، وربنا بيعلم مع كل تجاربي ومع كل السنوات اللي بكيت فيها بالبلدية، في باكا حوالي 10 سنين وفي زامر 6 سنين، ومع كل عملي وإدارات طواقم عمل في عملي في خارج باكا، مع كل هاي التجربة، مع كل هاي السنوات الخدمة وطبعا الأشياء اللي اكتسبتها، صدقوني المسؤولية بتخوف. وأنا بقول لكم بأماني، أنا أكثر واحد عندي تجربة بين الإخوان المرشحين، وبعدني بقول لكم المسؤولية في رئاسة البلدية وما قد يحدث فيها شيء اللي بالآخر ثقيل وبيخوف. رئيس البلدية عمليا بده يبقى حامي البلد لا سمح الله من أي مشكلة بتصير. رئيس البلدية المفروض يدير باله على بلده، ويدير باله على أولاد بلده، ويدير باله على مساكن أولاد بلده، على دور البلد، وعلى طبعا كل ما يتطلب المواطن في باقة الغربية. وهذا شيء الواحد اللي رايح يترشح أو رايح مشوار لرئاسة البلدية لازم ياخذه بنظر الاعتبار. أنا بقولش إنه الإنسان مولود رئيس، كل واحد في بداية طريقه بقى مش رئيس، كل واحد اتعلم خلال عمله وخلال تجاربه وخلال وظائفه اللي أشغلها، اتعلم وصار عنده نوع من التجربة ونوع من صقل الشخصية، وهذا الشيء بالآخر يكتسب. وفي أشياء اللي أنت مولود معها، يا أنت شخصيتك عندك كاريزما، يا عندك طبعا شخصيتك القوية اللي بالآخر من خلالها أنت بتكسب ود الناس وبتكسب تأييدهم وبتوصل الرئاسة، يا ما عندكش هذا الحكي. في ناس بيشتروا هذا الحكي بموقف، بخدمة، بمصاري، بأشياء ثانية. المفروض هذا الحكي مش مكتسب، هذا موروث من خلال جيناتك ومن خلال طبعا تعاملك ومن خلال كونك قادر على هاي الوظيفة أو لا. اليوم في باقة الغربية زي ما قلت لكم المسؤولية كبيرة، لأنه أنت بدك تطلع وين ما تطلع في مشاكل. التربية والتعليم شيء معيب لباقة الغربية. باقة الغربية أخذت 45% 54% من نسبة النجاح في البيجرود، وأنا بحكيش عن مدارس باكا، أنا بحكي على أولاد باكا اللي بتعلموا حتى في مدارس برا، يعني اللي بتعلم في الأرثوذكسية ولا في الأهلية ولا في نعرف النهضة في كفر قرع ولا هون وهون، اتاخذ بالحساب لما باقة الغربية أخذت 54%. ليش في باقة الغربية 54% وفي بيت جن لازم يكون 98%؟ لأنه هناك في عباقرة وفي باقة الغربية فيش عباقرة، لأنه هناك في أدمغة وهون ما فيش أدمغة، لأنه هناك في موهوبين وهون ما فيش موهوبين. السؤال إحنا كلياتنا في هذا الموضوع علينا واجب وإحنا مقصرين.
الام في البيت والابو في البيت مقصر، المدرسه مقصره، المعلم مقصر، وزاره المعارف مقصره. والسؤال شو انت ممكن تعمل مشان تغير هاي الصوره غير المشرفه؟ لو كنا الطلاب اللي خلصوا في الارثوذكسيه وخلصوا في الاهليه وخلصوا محلات ثانيه بريد باكا بجوز تصفي على 25 30% نجاح، وهذا اقل ما يقال فيه معيب لباكا الغربيه. باكا الغربيه فيها عقول، ومع الاسف فيها ادمغه، وهي الادمغه بتتهجر، ادمغه مهجره بتطلع برا. ليش تطلع برا؟ لانه في باكا الغربيه في يعني اقاموا مدرسه معينه، وانا بديش اسيء للمعلمين اللي بيعلموا مدرسه النجاح او اللي بسموها عتيد. اقاموا مدرسه كل التعيينات الاوليه كانت صرف روشتات انتخابيه، مش لانه عملوا مخراج واخذوا خيره المعلمين النخبه للمعلمين. انا بقول ويبقى واضح، في معلمين ملاح في المدرسه، لكن مش كلهم، قسم كبير منهم معوش حتى شهادات انهاء جامعه، وهذا الحكي بيأثر على الطالب. اكثر من هيك، موضوع الرياضيات بيعلموه 4 معلمين، كل واحد ربع وظيفه ولا ثلث وظيفه. طيب شو الاسلوب اللي بيعلم فيه كل معلم؟ هل هو نفس الاسلوب؟ كل معلم له اسلوبه، كل واحد موظف عنده طريقته في طبعا يمرر الدرس. النتيجه انه الولد عمليا الطالب بصير عنده بلبله، بيعرفش هل هذا المعلم طريقته اصح، وقاعدين هون معلمين، هل هذا المعلم طريقته اصح ولا هذا المعلم؟ والنتيجه هاي طبعا بكون لها انعكاس برضه في النتيجه النهائيه في البقرود. وهيك يعني عدا عن موضوع المعلمين، المدرسه هاي مع كل الاحترام للي فيها خلال 4 سنين تغيروا 5 مدراء. مدرسه النجاح غيرت 5 مدراء. بدينا بالاستاذ نزار زمرد، نزار وساد، وكملنا مع الاستاذ مع الست كانت سعيد الرسمي ايات اسمها، وقبلها بقى الاستاذ فواز ابو طعمه، وبعدها اجى اشرف، وهسه اليوم يعقوب في سنته الثانيه. تصوروا انت مدير مدرسه كل سنه ما بيلحق يسخن كرسته ولا هو مهدد بالفصل. ليش؟ لانه بالاخر كيف بده يخطط لقدام، كيف بده يعمل برامج، كيف بده انا عارف يحضر طلابه ويحضر معلمينه وياخذ احترام وهيبته بين المعلمين. اليوم نسمع طشات بين المعلم والطالب، بين المعلم والمدير، واخرى مره بدناش نسيء للي بيعلموا في هاي المدرسه. اما الصوره مع الاسف غير مشرفه في هاي المدرسه وفي مدارس باكا الغربيه بشكل عام. اليوم مع كل الاحترام، وظيفه مدير المدرسه رئيس البلديه انه يقعد يستقبل كل يوم 70 80 مره مشان يودي ابنها من هذا الجان لهذا الجان. هاي وظيفه رئيس البلديه. ليش يعني؟ ما في معلمين وفي خلوا مدير قسم المعارف. بكى واحد اسمه الشيخ مجدي، بكى له سمعته كويسه في الموضوع التربيه والتعليم، بكى رئيس لجنه المعارف والثقافه في المجلس. عمل انا يعني شهاده، بنتي مديره مدرسه في الحكمه بتقول لي، وانا بلا مؤاخذه لا صوت لي الشيخ مجدي ولا انا صاحبه للشيخ مجدي ولا بكيت اعرفه. اما بنتي بتقول لي يابا ترك بصمات ايجابيه في المدرسه. راح طبعا طرح الثقه فيه وفي جماعته واطلعهم الرئيس، وبالاخر ما فيش شيء. بكت في مشكله مع الاستاذ وليد الناجي. وليد الناجي بكى في المدرسه، بكى مدير قسم المعارف في فتره 3 سنين مر على البلديه فيهاش لا مدير قسم معارف ولا رئيس لجنه التربيه والتعليم. وليد الناجي كموه وردوا رجعوه. وليد الناجي ما دامه مليح ليش كمتوه؟ اذا هو عاطل ليش رجعتوه؟ مقرروا يعني بالاخر قاعدين بفصلوا وبرجعوا. بس موضوع قدامهم اشياء، هدف اني اسمه انتخابات. وفي الانتخابات المعلم اللي بتروح او الطالبه اللي بتروح تطلب مشان تتوظف جننت ولا عزيرت ولا سياعت، بقولوا لها انت صوتت لخيام او انت صوتت لسمير درويش. وطبعا في هناك تفرقه مع كل الاحترام لجماعه مرسل المصوتينه، اقاربه وطبعا نسايبه وحبايبه.
انا بقولش انه الرئيس ممنوع يحاول يقرب الناس اللي افضلوا عليه، لكن مش بصورة تفرقة، مش على حساب اولادنا، ومش بهاي الطريقة. في مجال انه برضه المخرزيم اللي بتنعمل، العطاءات اللي تنشر، المناقصات اللي تنشر ما فيهاش ولا اي الوظائف اللي بتنعمل بشكل بس انه قريب على الرئيس وانه مش قريب على الرئيس. وفي هاي الفترة بالذات موضوع التربية والتعليم المفروض يبقى على رأس أولويات أي رئيس بده يفوت على البلدية. والسؤال أنو الرئيس اللي بيقدر، مع كل الاحترام لكل المرشحين، اللي بيقدر يصيغ التغيير اللي موجود أو لازم يكون في هيكلة المدارس وإعادة هيكلتها، وطبعا مع برامج تحسين الأداء للمعلمين ومع برامج تقييم المعلمين. اليوم في ناس في البلدية، مع الاحترام أخرى مرة، في ناس بياخذوا معاشات ما بيروحوش على البلدية، في ناس بس وظيفتهم يقعدوا بالقهاوي ومرحبا يا مرسي فلان حكى عنك، ومرحبا يا مرسي فلان استغابك، ومرحبا روح عند فلان، وهي شغلتهم، وباخذوا معاشات من البلدية. أنا بقول لكم هذا الحكي بكل ثقة وبقول لكم إياه وأنا عارف أسماء ومش مانع أحكي أسماء. هاي الصورة بالآخر أنت بتدفعها، أنا بدفعها، إحنا بندفعها. ليش؟ يعني التقصير اللي موجود في البلدية اليوم، أعطيكم بس أمثلة صغيرة. النفايات اللي قاعدة بيقيموها الشركة اللي بتقيم النفايات من باكا 860 ألف شيكل بالشهر بتاخذ. يعني أجرة شهرين تقدر تشتري فيها سيارة داخس، سيارة تقيم الزبالة يشتغلوا فيها أهل باكا، وبرضه يستفيدوا أولاد باكا وتوفر. يعني 860 اضربوا من 12 شهر، فوق تصوروا قديش 10 ملايين شيكل تقريبا واكثر. بال10 ملايين شيكل انت بتشتري على الاقل، بديش اقول 10 سيارات، 5 سيارات. بدل ما يقيموا مره كل 3 ايام بيقيموا مره كل يومين. هاي امور اقل ما يقال فيها انها فيها نوع من التقصير، نوع من سوء الاداره. موضوع اخر، اتاخروا على شركه النفايات وحكى عنه رامي، انا بوسي هذا الحكي. تاخروا عن موضوع شركه النفايات، ما يجددوش الاتفاقيه. الاتفاقيه المفروض تتجدد اخر السنه او اخر سنتين او بعد 3، نسيوا يجددوها. شهرين مركن قالوا يا عم تعالوا تنجدد، قالوا لهم شركه النفايات احنا بالمبلغ اللي بكيتوا تعطونا اياه مش مستعدين، ولا شو بدكم؟ مفاوضات 1,400,000 شيكل دفعوا زياده نوع من الكناس مشان يجددوا الاتفاقيه. اقل ما يقال في 1,400,000 شيكل انه دفعنا هذول انا وانتو. هذا شيء اللي اقل ما يقال فيه اهمال، سوء اداره، وسوء اداره ماليه بالذات. اخرى مره يعني بايش الرئيس الموجود مع الاحترام، وانا مش معني اجرحه بشكل شخصي، انا بنتقد اداؤه، انا بنتقد سلوكياته، انا بنتقد عمله، وطبعا احنا بنتنافس على كرسته، والمفروض انا بديش انتقد واحد اللي بالاخر مش قاعد على الكرسي، انا بدي اقيمه عن كرسته واقعد محله، وزي الثلاث الاخرين اللي بينافسوا على الكرسي. احنا بدنا الواحد يقيم اداء الرئيس، ما يجرحه ولا يجرح عيلته ولا يقول بدنا نتخلص من ضرب مخ، لا، ضرب مخ اولاد بلدنا، بيننا نسب وبيننا قرايب وبيننا كذا، احنا بدنا نتخلص من مرسي، من اداء مرسي، بدنا نصححه، بدنا نغيره، وفي اليوم رغبه عند كل الناس، في كل محل بتروح في رغبه جامحه عند الناس يغيروا الوضع الموجود. في البلديه في اقسام، مدراء الاقسام ما لهمش ولا اي صلاحيه، مدير قسم عمليا موجود هناك، لا نائب ولا قائم ولا مدير قسم بيقدر يحرك محل ابره بدون امر الرئيس. انا طبعا هذا الحكي اداره، في الاداره، في اللي درس اداره بيعرف انه هذا الحكي اقل ما يقال فيه انه فاشل، لانه انت لازم تعطي صلاحيات لمدير الاقسام اللي بتوثق في ادائهم، اللي بتعرف انه هم مش راح لا يزيفوا ولا يغشوا ولا يسيئوا للناس، الا يخدموهم. هاي امور اقل ما يقال فيها انه طبعا سوء الاداره، هذا الحكي لابد من طبعا تصليحه او تغييره.
أنا أطلعت نشرة، أنا الوحيد من بين كل المرشحين الخمسة اللي أطلعت برنامج عمل للسنوات الأربعة القادمة. ولا واحد من المرشحين مع الاحترام لكل واحد فيهم كان لحد هسه شو بده يعمل. الحكي شفهي إشي الواحد بيعمل البحر مكافي. اما انت لما تلتزم خطيا وكتابيا وتقول هاي برنامجي، هذا موضوع بالاخر ملزمك، وبالاخر بصير عند الناس بيعطيهم نوع من الشعور انه هون في صدق في التعامل. فانا الوحيد اللي طلعت، متاسف، اللي طلعت برنامج عمل ووزعناه على الناس. الله اعتقد قسم كبير منكم شافوا، واللي ما شافوش معي بالسياره كم نسخه مستعد اعطيه. اللي الواحد بيقول هناك اشياء اللي بالاخر في خدمات اللي هي الف باء، انك تعمل شارع او تبني مدرسه او تجمع النفايات، هاي خدمات بلديه عاديه. كل رئيس المفروض بتفاوت. تفضل بعد ما جبت سيره الاعضاء، تفضل. في برنامج العمل المفروض الإنسان يحكي شو الخدمات اللي ممكن يقدمها لبلده. في خدمات عادية ما حدا له فضل فيها، إنك تأخذ زبالة، تكم زبالة من الدار، أو إنك تعمل شارع، وبالشارع زي ما بنعمل اليوم خمل 2 سنتي، ولا شارع يتزفت على المية، ولا يتزفت بدون تشتيت بدون أي شيء. أنت عمليا هي هناك أشياء اللي حكيناها اللي فيها بعد نظر، واللي المفروض رئيس البلدية يبقى عنده بعد نظر ما بعد الأشياء العادية. حكينا هناك عن شيء مهم اسمه إقامة شركة اقتصادية. في البلديات شيء اسمه حفراك الكليت، شركة اقتصادية اللي عمليا البلدية ما بتقدر تكون عملية ربح تربح من وراء المشاريع اللي بتعملها. اما لما بتعمل شركة اقتصادية بتقدر الشركة الاقتصادية تكون ربحيت، تقدر الشركة الاقتصادية تسوق مشاريع وتبني مساكن للأزواج الشابة، وطبعا تبني بنايات عامة وتربح لمصلحة البلد. كنا هناك في أشياء 3 اللي بدنا نكلف الشركة الاقتصادية اللي بدها تقوم إنها تشتغلهن. أول شيء موضوع بناية مجلس محلي باقة الغربية، البلد الكبيرة اللي اسمها باقة الغربية، واللي بكينا نفتخر دائما نقول زهرة المثلث الباقة الجميلة. فيهاش، في زيمر في مجلس، في كلنسوي في بناية مجلس، في كفر قرع في بناية مجلس، في باقة الغربية فيش بناية مجلس. اللي منكم راح على أم الفحم في الفترة الأخيرة وهو فايت بعد الدوار، في بناية قسم عيدك الشمال كبيرة، في يزامنا الناصر من دار الزعب اتفقوا البلدية يبني لهم بناية بلدية 3000 متر، وإله 3000 متر، وعمليا البلدية مش دافعة فيها ولا أجورة. 3000 متر ضب البلدية كل مكاتبها الموزعة هون وهون وهون موجودة اليوم، أو هناك ليوت أخرى شوي في هاي البناية. شو المشكلة نعمل شيء من الشكل في الباقة الغربية؟ أنا في الفترة اللي بكيت فيها في البلدية صادرت الجنينة تبعت المرحوم أبو خالد فارس الحمدان. هاي الجنينة عمليا ممكن تعمل هناك بناية بلدية مع واجهة للجنوب وواجهة للغرب، والعقود هذول تبعت المرحوم أبو خالد تعملهم متحف لأهل الباقة الغربية وطلاب الباقة الغربية. في بنايات إذا انتبهتوا ورا البناية هاي مهدودات، ورا مركز اللحوم، شو بسموه، لحوم المركز أو دجاج المركز، في بناية مهدومة ورا هناك قديمة. في من الناحية الثانية برضه مجال انك تعمل في هذا الموضوع بناية كبيرة، تعمل أشياء للبلدية تبنيها، وتبني يعني تعمل مركز تجاري هناك،
اللي اذا لقيت يزام او مبادر يعمل هناك مشروع من هالشكل يقدر يعمل ويخفف على البلديه العبء المالي ويقدر يعملها. هذا مشروع اللي بدوش هالقد فلسفي ولا بده هالقد نعرف بعد نظر. في مشروع له اهميته موضوع اخرى 5 سنين 6 سنين 10 سنين بتلاقيش في باكا الغربيه نص دولهم تبني فيه. طول الوقت واحنا نسمع مساكن للازواج الشابه مساكن للازواج الشابه. في بكا عند دار يوسف سعيد عند دار نمر الدكه اذا متذكرين، اقبال دار نمر الدكه من شركه بكا هناك للمنهال 9 دولومات و633 متر. هذا بكانا ناويين نعملوا مساكن الازواج الشابه. وطبعا انا ما انتخبتش بعد ال 92 طلعت من البلديه وعملوا مخراج البلديه الحاليه عملت عليه مخراج بدل ما تعطي مجال وشروط اللي تساعد الناس الفقراء اللي ما عندهمش ارض وما عندهمش دور ياخذوا اللي شروه رؤساء الاموال في باكا الغربيه. اللي شروا هاي المنطقه ناس اللي مش ناقصهم لا مصاري ولا دور ولا ارض. والناس اللي بيلاقوا بدهم نص دولهم يبنوا فيه ما اخذوا منه شيء. بدون ذكر اسامي بس انتم بتعرفوا بالاخر عن ايش بحكي ومع مين بحكي. في زامر بكيت 6 سنين. في للمنهال هناك حوالي 40% من اراضي زامر منهال. عملنا مخرزين ل 269 وحده قسيمه 269 قسيمه للمنهال سوقناهن باسعار نص الدلم ب 25,000 دولار. نص الدلم $50,000. يعني في باكا اليوم الدلم بتلاقيهوش ب 250,000 دولار. هناك ب 50,000 دولار دلم. وحطينا شروط. البلديه انا اللي بكيت في المجلس حطت شروط. اولا ممنوع لواحد من برية زامر. اذا واحد متجوز في زامر وحده من باكا صار لها 3 سنين مطار له. اذا واحد جاي من عارف من هذول البدو ولا من هذول المشتابه ولا مش عارف شو ممنوع. هاي شرط. الشرط الثاني انه ما عندوش دار. والشرط الثالث انه ما عندوش ارض. وهيك سوقنا 269 دلم. روحوا اليوم على بير السكه فوق التيلت وروحوا على المرجي فوق شوفوا الدور المبنيه. هذه دور اللي بالاخر مبنيه على ارض منهال اللي بكل فخر احنا بنقول احنا سوقناها واحنا اعطيناها للناس الفقرويه اللي بالاخر شروها ودفعوا مصاري اشياء بسيطه واخذوا دلومات وكسائم. الشيء الثالث وبجوز هذا الموضوع الواحد منكم يفكر انه حلم. هذا حلم اللي ممكن يتحقق صدقوني. الجدار اللي انعمل بيننا وبين باكا الشرقيه ومناطق السلطه الفلسطينيه خلى منه جوا من الجدار وجوا 270 دلم. هذول تبعات لكفين للنزله الشرقيه ولباكا الشرقيه. هذول 270 دلم مضلين هيك بكره بحطوا عليهن منطار هذا تبع الساهل جيش وبيعمل هناك خط امني وبيعمل هناك اشياء اللي بالاخر بتحنيت. واحنا بدل ما نعمل نستنى تيصير هذا الحكي قلنا قبل 4 سنين مش اليوم وعدنا اليوم بالبرنامج الانتخابي. احنا الشركه الاقتصاديه بتقدر تشتري هاي الاراضي من اصحابها. تشتري مش تتنحل. تشتري بمصاري من اصحابها اللي في كفين. هم بالاخر موجودات من الجدار وبرا بالنسبه لهم. نشتريهن الشركه الاقتصاديه تشتريهن بتفاوض مع السلطه وبرضا السلطه ومع اصحاب الارض ونسوقهن للازواج الشابه. نسوقهن يعني نبيعهن. يعني المجلس او البلديه تشتريهن وتبيعهن للناس باسعار مقبوله معقوله. تعمل تشتيات تعمل كهرباء تعمل شوارع وهناك تقدر تقيم ب 270 دلم على الاقل 1000 وحده سكن. هاي بتحل مشاكل باكا ل10 سنوات لقدام. اذا طبعا ربنا وفقنا وقدرنا نوصل هذا الحكي بدك تتفاوض مع السلطه الفلسطينيه وبدك ناس اللي قد حالهم يفاوضوا السلطه وبدك تعرف وزاره الخارجيه الاسرائيليه وبدك بالاخر تشتريهن وتبيعهن. تشتريهن وتبيعهن للناس اللي ما عندوش ارض ما عندوش شقفه ارض. وهذا الحكي بالاخر
مشروع اللي بالاخر انا بعتبره حلم، واذا حققناه يعني بكفي هذا بس خلال 4 سنين. اذا تحقق هذا انا شخصيا بقول هاي حسن الختام بالنسبه لي. الموضوع الثالث اللي الشركه الاقتصاديه، وهذا الحكي كله مكتوب على فكره عندكم في البرنامج. الموضوع الثالث موضوع المنطقه الصناعيه. باكا الغربيه الله اعطاها حظ، وهي الوحيده اللي بترتبط مع شارع 6 من كل المناطق العربيه، من كفر قاسم جنوبا لحد زلفه شمالا، والناصري وكفر قرع والى اخره. طيب احنا هذا الموضوع ما نستغله ونحط في هاي المنطقه هناك ام السحاله والمنطقه اللي موجوده هناك، نحط هناك صناعات. في قسم منكم لابد اللي راح على كفر قاسم. في كفر قاسم في اطار اسمه افيك. هذا الاطار فيه هاي تك مصانع ليوم المصانع، في محلات اللي بالاخر بتدر على روش عاين وعلى كفر قاسم. كفر قاسم لحالها بتاخذ بالسنه 18 مليون شيكل من اصحاب المصانع البلديه. اذا احنا اقمنا هناك منطقه صناعيه، اولا بتجيب الاجر الغريب المستثمر. ثانيا المستثمر باخذ بنظر الاعتبار قربه لشارع 6، بيقدر يصدر عن طريق شارع 6 لمينا حيفا ويستورد، وبيقدر يصدر لمينا أجدود ويستورد. ما نعمل هناك منطقة صناعية اللي فيها نقشوت لشارع 6 وفي نقشوت للموانئ وفي نقشوت للمستثمرين اللي بالآخر يجوا. هاي المنطقة على فكرة تقدر تشغل أولاد باكا وبنات باكا إذا كان فيها استثمار، تشغل أولاد باكا وبنات باكا، وبتضر على البلدية ملايين الشواكل في السنة. هذا مشروع ثالث اللي من يعني من متوقع من الشركة الاقتصادية اللي بدنا نقيمها تعمله. وطبيعي الواحد إذا بده يحكي اليوم على شوارع في باكا الغربية، يعني بعد 10 سنين بالكاش الواحد بيعرفش تقطع الشارع من عين الحجة لحد المنطقة الصناعية بده ساعة أو ساعتين. بدك تفكر رئيس البلدية اللي بفكر بس يطفي حرايق، هذا مش رئيس بلدية. رئيس بلدية اللي ما عندوش تخنون لقدام، رؤية لقدام، أشياء اللي بالآخر ممكن يعملها للأجيال الجاي، هذا مش رئيس بلدية. امكولك كفوت. رئيس البلدية مش شغلته يعمل شارع ويقول صوتوا لي، ومش شغلته ينقل ولد من جان لجان مشان الأم تصوت له. رئيس البلدية بده يفكر كيف بده يعمل بالشارع الرئيسي بعد 10 سنين. تقولوا حلم تعملوا شارع فوق الشارع، تعملوا شوارع زي ما في تل أبيب وفي القاهرة وفي عمان وفي كل محل. بتقولوا حلم بصدر، وانا زيكم بحلم، مطار لي احلم. اما هذا الحكي المفروض الواحد يفكر فيه، المفروض يعطيه نوع من الاولويات في تعامله مع الدوائر. وبتلقى ناس في الدوائر اللي يتجندوا اذا انت عندك العين الحمراء وعندك الطريقه اللي تدق الباب وتعرف تاخذ اللي بدك اياه، انت بتقدر تحلم ومسموح لك تحلم. هذه امور اقل ما يقال فيها انه مع الاحترام لكل مرشح ما بفكر فيها. هاي امور اللي بالاخر مع كل التجارب اللي حكينا عنها ومع كل الامكانيات ومع كل الاتصالات ومع كل العلاقات الموجوده مع الدوائر، وفي علاقات احترام متبادل، بنقدر اليوم نقول ما حدا علق الاتجاهات، بس خلينا نحلم مع بعض انه بنقدر نعمل هاي الشغلات، وبنقدر زي ما قالها اوباما يس وي كان، نقدر. فاخرى مره هاي امور اللي بالاخر لازم الواحد الرئيس اللي عقد حاله برضه يفكر فيها لهي البلد ولمصلحه هاي البلد. اليوم الصوره في البلديه اوكازيون، زي اللي عنده مخرات حسول، دكانه تجاريه فيها مخرات حسول وبيعمل تصفيه. بدك اطلب تعطى، بدك اعفاء من الضريبه خذ، لكن الاعفاء بالمحشاب بضل. فيش اعفاء بنكاب من المحشاب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدك بلا مؤاخذه بدك تتعين، ما عنديش مجال لعينك، خذ هاي ورقه انت معين. يعني فيش قانون بيسمح لرئيس البلديه يعين بعد سنه. هذا الحكي اقل ما يقال فيه رشوه انتخابيه.
وصدقوني معاي اوراق ومعاي مستمسكات ومستندات اللي اقل ما يقال فيها بتامل اني ما اعملش منها اكثر من اني اجاوب عليها، لانه اذا صار تجريح، واذا انا بهددش اما اذا صار تجريح وفي تجاوز للخطوط الحمر، صدقوني الاوراق اللي معاي بديش اقول بليليت، صدقوني ممكن فيها رشوه انتخابيه، وممكن فيها اذا بتتشكى انت لنقابه المحامين ولا بتتشكى للشرطه فيها بعيا. وانا مش بهدد، انا بقول موجوده واسال الله اني ما استعملهاش. اما اذا تجاوزوا الخطوط الحمر في التعامل معنا كل شيء مجاز. بدك كهرباء، بدنا نجيب 550 خبور لباقي الغربيه. وانا بقول لكم بامانه في شيء اسمه الحوكة النرويجي، الشباب اللي بيقروا جرايد عبراني بيعرفوا شو الحوكة النرويجي. حوكة نرويجي عمليا سمح للوزراء انه يستقيلوا من الكنيست ويعطوا وراهم الناس اللي في القوائم يكونوا في الكنيست بدون لا يكون الوزير عضو كنيست. بهذه الطريقة استقالوا واحد من الناس اللي استقالوا الوزير موشي كحلون اللي هو وزير المالية. قالوا اللي فات محله أكرم حسون من الدالية، بقى رئيس بلدية في الدالية وعسفية. أكرم حسون جاب موشي كحلون على الدالية وعسفية ومعاه 600 خبور للدالية وعسفية. في كل محل بنروح بنلاقي رغبة كبيرة جدا عند الناس انه نغيره. أولا من منطلق الأداء اللي كناه، من منطلق طبعا السلوكيات، ومن منطلق انه الناس بدها تغير. والحمد لله وين راح صاحب بعد هون برضه الاعضاء مع الاحترام للاعضاء، في بعض الاعضاء مش كاملين بواجبهم، بديش اقول كل الاعضاء. في اعضاء اللي بالاخر بيطلع الواحد درج المجلس ورافع اسمه قبل ما يعرف بالضبط شو المشروع، قبل ما يعرف شو الميزانيه، منين هي الميزانيه، في عجز، ما فيش عجز. اليوم تسال واحد من الاعضاء وسالت قديش ميزانيه السبورت في باقي الغربيه؟ ما بيعرفوش. طب انتم صدقتوا على الميزانيه. فاملنا ان شاء الله رب العالمين في اعضاء ملاح ان شاء الله رب العالمين. احنا اخترنا هالهرم هذا الموجود هون، وان شاء الله انتم برضه بتختاروا ناس اكفاء، ناس اللي حافظوا على مصالح باكا ومد ايدوهم. وانا بقول بامانه اللي بقول انه العضو ملوش اهميه في البلديه معناها بيعرف شو معنات العضويه. العضو له اهميه في البلديه، العضو اللي بيحترم نفسه بياخذ احترامه، العضو اللي بده يشتغل بيلاقي مجال يشتغل. وانا امامكم كلكم بتعهد ان اتعامل مع كل الاعضاء بدون تفرقه. وشكرا على اصراركم، وان شاء الله بكون عند حسن ظنكم، وبنلتقي ان شاء الله على درب الخير لمصلحه بلدنا دائما. شكرا لكم.